اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نتكلموا على جوج ديال السجون اللي الامر ديالهم غريب بزاف. السجن الاول مسهلين فيه بزاف باش تهرب، حتى واحد ما تيهرب منه ومازال موجود لحد الان. والسجن الثاني ما عندوش البيبان، ولكن حتى هو ما يقدر يهرب منه حتى واحد، ولكن هذا السجن مبقاش خدام. وهادو جوج ديال السجون من اغرب السجون على مر التاريخ. كيفاش البلان ديالهم؟ هادشي اللي غادي نعرفو في هذا الفيديو ان شاء الله. دير معاك اشتراك وشي لايك، يلا نبدا. السجن الاول من اكثر السجون انسانيه في العالم. هذا السجن تصاوب في 2010 وتحط في واحد الموقع رائع في واحد الغابه ديال الصنوبر. الطبيعه زوينه بزاف وقرب الغابه كاين اراضي فلاحيه والسكن ديال الفلاحين والمواشي ديالهم. كيف ما قال جيسيكا بينكو اللي كانت زارت السجن، وفيه غير زوج ديال الطوابق، وما كاينش هذيك اللعيبه ديال الصور ولا اسلاك شائكه ولا كرياج فيه ضوء والو. ما كاينش فيه قناصه معلقين في الابراج بحال السجون الاخرين. وفي الزياره مثلا تجي تتقابل مع الكاميرا تيتحل لك الباب، ما تيحل عليك حتى واحد. كاين شي بوليس قلال كاينين لداخل. واحد اللعيبه دارها اللي صمم السجن واعره بزاف، هي الشومبرات ديال البوليس اللي لداخل دارهم صغار مضيقين شويه. غادي تقول لي علاش؟ قبل ما نقول لك علاش خاصنا نفهموا بعدا هاد السجن بعدا علاش داروا. فالصوبوا المره الاولى داروا على عاتقهم اللي دخل ليه بسبب شي عقوبه، بحال دخلت شي مدرسه ولا جامعه، بغيتي تقرا بغيتي تتعلم شي حرفه، كيتهلاو فيك تما مزيان، عاطينك شومبر فيه ناموسيه، تلفازه، الدوش، كلشي موجود. تيوجدوك تخرج من تما بالشهاده ديالك، وتيقلبوا لك على خدمه وتيعطيوك الساكن. ودابا نجاوبكم علاش البوليس ندير ليهم شومبر صغير. صوبوه ليهم عمدا باش يقنطوا يخرجوا يجلسوا مع السجناء، باش السجناء ما يبقاوش يحسوا بانهم في الحبس. ومدايرين واحد اللعيبه اخرى زوينه حتى هي بزاف، هي كل اسبوع تيتجمعوا السجناء كاملين في مطبخ السجن ويطيبوا الفطور مجموعين ويفطروا مجموعين. وهاد التجربه خدمات بزاف حتى ولا اللي خرج من السجن ما يبقاش يرجع ليه، تيندمج في الحياه الاجتماعيه. حتى بقات في اخر احصاء حوالي 60 سجين. وهذا السجن هو سجن هالدن فينكسل في النرويج، سجن لاعاده التاهيل. عراك ليا دابا السجن رقم جوج اللي ما عندوش البيبان ولكن ما تقدرش تهرب منه، اللي كان في المغرب. غادي تسمع المغرب غيجي في بالك سجن تازمامار، ولكن لا، هذا السجن اخر اللي كان في عهد مولاي اسماعيل في مدينه مكناس، وبالاحرى تحت مدينه مكناس. وهذا السجن بناه المولى اسماعيل في عهد الحكم ديالو ما بين 1672 حتى 1727. وكان واخد مكناس هي العاصمه، وكانت عنده حروب كثيره مع الاسبان والبرتغال، وكانوا كيجيبوا ليه القراصنه ديال السلق السجناء حتى لعنده. وكان عنده جيش واعر بزاف، وكان تيشد اسرى بزاف وما بقاش عنده فين يديرو. وهنا جات فكره تشييد هذا السجن اللي سميتو سجن قاره. وهذا السجن كان تحت الارض وكبير بزاف من ناحيه المساحه. بعض المؤرخين تيقولوا بان المساحه ديالو قد من مكناس حتى لتاز كامله تحت الارض. وهذا السجن على شكل متاهه وفي قاعات متشابهه، يعني الا تحركتي من بلاصتك بغيتي تقلب على الباب منين تخرج غتلف حتى بلاصتك، كتبقى غير داير حيت المساحه عنده كبيره. وما عندوش البيبان، عنده باب واحد سري ومجهول. والسجن عنده تقابي من الفوق ومنهم تيدخلوا السجناء، ومن تما منيت تيلوحوا ليهم الماء. تصور دابا السجين ماشي غير سادين عليه الشامبر ديالو وعارف الحكم ديالو، تيكون عنده امال، ولكن هذا لا، تيلوحوك تما تا وزهرك تقلب على الباب حتى تتموت. ولا لقيتي الباب اللي من المستحيل تلقاه صافي تيكتب لك عمر جديد. حيت الطريقه باش نصاوب السجن بحال ديك اللعيبه اللي كنا تنقراو في الابتدائي ديال الفار، وكدير ليه تشوف ليه الطريق ملي كيخرج يخرج حتى بحال هكاك حتى هو كان مصاوب، حيت المساحه عنده كبير، ولكن مستحيل مساحه قد هذه تلقى فيها شي حاجه. والسجن كان تيجمع اكثر من 44 الف سجين، وحاليا دابا ولا معلمه سياحيه في قصبه مولاي اسماعيل. اما الزوار اللي تيجيو ليه باش يشوفوا ما تيفوتوش المنطقه اللي تم الاصلاح ديالها من طرف الدوله. وفي 1980 جا واحد الطاقم اسباني خصيصا لاستكشاف هذا السجن، وجابوا معاهم المعدات ديالهم، ولكن غير دخلوا واحد المده ما بقاش بان لهم الاثار. وهذا الشيء اللي وقع مع فريق اخر فرنسا، ومن تما الدوله المغربيه سداتو وخلات غير واحد القاعه صغيره للسياح. ومن بعد داروا واحد شبه باب منين تيدخلوا السياح لهذيك القاعه اللي هو باب الخياطين، وللأكيد هو ماشي الباب ديال السجن، لأن السجن دار بلا بيبان. ولا عجبك دير معك اشتراك ولايك، ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم وتدوزو بخير.